السلام ورحمة الله وبركاته. شو اخباركم؟ معكم عبود ماكس شباب. اخيرا قدرت اكمل واجمع الشغلات اللي يعني اقصد سويت الشي اللي وعدتكم بيه صراحة. ويعني الحكي بيناتنا، يعني انتو قلتوا لي ابنوها بذيك المنطقة، رحت على ذيك المنطقة فكرت، قلت راح تاخذ وقت من عندي جدا كبير، واصلا اكو جوها من حفرت لقيت كهف، فيعني مستحيل اقدر ابنيها بذيك المنطقة، فصراحة بنيتها بغير مكان. هسه راح اروح اشوفكم وياه واشوفكم البيت. صراحة بعد ما كملت لان والله هسه كملت هسه عن قريب، كان اقول والله الا افتح تصوير. لان صراحة اريد اسألكم بيه لان افكاري خلصت، اريد اسألكم السقف شلون اسوي، جدار هسه نشوفه. فعلى اساس احنا اتفقنا نبني البيت هنا، أنا بس والله حفرت جوا باعوه، يعني يمكن تقدرون تشوفوه. اكو كهف جدا كبير جوا المنطقة، باعوه كهف هذا هيك، هذا راح يفوت ويطلع كله هناك، يعني مكان مفتوح، فصعب جدا اقدر ابني بيه. وانا كنت مستعجل، يعني اريد مكان، اولا اذا انا اريد استقر، وثانيا يعني شلون اقول لكم انه طولت عليكم، يعني صار لي هواي ما نشرت لكم هذا الشي. اقصد ماينكرافت. يلا شباب هسه ايش راح نسوي؟ هذا الصندوق السري بالموارد اللي بنيت بيها، يعني بقايا الموارد، لان صراحة يومين رحت اجمع تقريبا، شلت غابة كاملة مال اشجار، غابة يعني مشيت مساحات، يمكن طلعت من هذا الطريق بقارب وكله قبل، يمكن اخذت يومين ماينكرافتية، يلا وصلت مكان. المهم هسه خلي تنام حتى اقول لكم. بس شباب الحكي بيناتنا، يعني تعبته، ويومين اشتغل، يعني استاهل لايك شباب، لايك واشتراك بالقناة، لان صراحة جدا تعبت. يعني تتخيلوا اكسات، يعني خير شي جبت اكس حجر، يعني بقد ما صرفت اللي عندي، يعني رحت جمعت دايموند، والدايموند ايش رحت سويت بيه؟ رحت سويت بيه بيكاكسات اثنين، واحد يعني كل ما يتدمج اهل ارجع اصلحه، هاي واحد. واثنين الاكس سويت اكس دايموند وانكسر، قلت والله ما اسوي بعد، اخلص الدايموند عليه، فقلت شو اسوي؟ قمت ايرون، اخير شي سويت هذا الحجر، بس ربك يعني بعد ما استخدمته على اساس اسوي بيه الديزاينات الداخلية، بس ما سويت. المهم هسه شباب نطلع الخشب اللي عندنا هنا، عندنا خشب هنا نسوي بيه الصناديق، حتى اروح للمكان اللي انا كنت بيه حتى اشوفكم شنو اريد اسوي بهاي الصناديق. انا قلت اكمل وبعدين اشوفكم هناك، قلت لا وياكم اشارككم، لان بنيته خلف الكواليس، فيعني لازم اشارككم شغلة الصناديق، وهاي حتى تكونون، حتى تساعدون وياي بالبناء، فما بس انا ابني. ونروح، وبعدين اذا عوزت خلف الكواليس انا اكمل الترتيبات. بس صراحة انا اريدكم هسه تساعدوني بشغلة السقف حيرني هسه، حتى من اشوفكم الصندوق. يلا شباب، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا كذي. هاي الموارد اللي بنيت بيها البيت صراحة، يعني هاي رتبتها ترى كانت ملخبطة، كانت كلها بالانفنتوري مالتها، هاي غراضي كنت شامرها بصندوق وكلها بس شغلات البناء. بس هسه الحمد لله كملت، فقلت ارتبها حتى تطلع مرتبة قدامكم. مثل ما تشوفون عندنا هاي السبروس، وعندنا شنو هذا؟ والله حتى نسيت شو اسمه. المهم عندكم ستون، وعندكم هذا ستون بريك، ماشي. هاي شلون سويته؟ والله سويته بهاي الآلة، تخلي الستون وتفرمها فرم. هسه شباب مستعدين اشوفكم البيت وين؟ مستحيل حتى يعني مريت من فوقه مرتين ما شفتوه. يلا واحد اثنين ثلاثة، راح نجي نطير منه، ظل طايرين 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 طايرين، وبوم هنا أنا نوصل. هتقولون شنو هذا عبودي، شنو هذا المكان،
يموت. هو المشكلة مو بالصعوبة البناء، المشكلة الموارد والتفكير. يعني صراحة هاي الأرضية 3 مرات سويتها وما تعجبني وأشيلها. صراحة عجبني هذا الشيء، هو خطوط مايلة، خطوط مايلة والجدار هذا. فصراحة شباب أني لقيت من هذا الخشب، فجبت لي تقريبا يمكن كسرت لي شجرتين 3، ما ادري وين عاد رحت بالخشب مالتها، يمكن بالصندوق الثاني مال الموارد. سويت خليته هنا وخليته هذا هنا اللي هو الخشب ولا تعرفوه العادي. فشنو برأيكم يا أحلى، يا أحلى مثلا أخلي هذا الأبيض أروح أجمع وأخلي هذا اللي هو الأبيض حيل، اللي هو الأوف وايت أو اللي هو الأبيض على سمار، شنو برأيكم؟ هذا الابيض الفاتح لو الابيض الغامق عادي انتوا قولوا لي. ها السقف، اهم شي السقف ترى دمرني، افكاري خلصت، يعني ما بقى اي فكرة ممكن اطبقها على مود ابني السقف. صراحة دخت جدا جدا دخت. فما ادري ساعدوني هذا البيت شلون دخلة جدا جميلة. هاي هنا دخل فوانيس، بس بعد اقترحوا لي هم ديزاين او شكل للمدخل، لان والله عقلي فراغ بعد بعد ما عندي افكار، افكاري كلها خلصت. صراحة حتى باليوتيوب بحثت عن بيوت جو القاع، بيوت بالشو اسمه بالجبل، ما لقيت شي حلو. فهذا يعني من عندي. المهم فنسوي ركب الصناديق، خانات، ايه 3 خانات واخلي افران مفروض. كذلك من هنا راح اخلي الصناديق نفس الترتيب مال هاي الجهة، وانقل الغراض مالتي. يعني اسوي لي ترتيبات ديزاين بالسقف، خلينا فد كرافتنج تيبل و شو اسمه افران هنا، وهنا شو اسمه مال البوشينات اشكال. صراحة قلت لو من هاي الجهة لو من هاي الجهة افتح لي فتحة بالجبل، ونسوي هاي اللي قلت لكم عليها، انه اسوي لي مزرعة. ما اريد ابنيها برا لان صراحة الوحوش وبزعل، اخليها ارتبها يمي. فهسه شباب راح اجي شو اسمه راح انقل الغراض كلها هناك، وراح خلنا ننقل وياكم هاي حتى انقل الباقيات خلف الكواليس، لان اريد اجمع لي شو اسمه جلد، اريد اسوي ساين. والله عندي الجلد اني لا عندي بس 4، لا ابغى اخلي ساينات مثل ما تعرفون هاي العلامات اللي تعرفني شنو موجود. لان انا عندي زهايمر بشغلة الموارد، دوم انسى. يعني افتح الصندوق اسد ارجع النوب افتحه، انسى الشغلات البيت. فهسه ايش راح اسوي، راح نخلي بهذا الشكل جدا جميلة. صراحة يمكن اقرب الصناديق لهاي الجهة، واخلي لي صندوق منها زيادة، واخلي الافران من هنا بالضبط. لا فكرة جميلة جدا. الافران والله مبدع. وهاي هنا انا خليلي حركات وبركات، بس خلينا يعني نوعا ما مقبول. صراحة اقترحوا لي شلون اسوي ديزاينات. المهم انا هذا شيء موقع، يعني شوية منها راح اخلي افراد، انا احب
بجهة، الصناديق بجهة. هاي الأمور هاي راح أقلطها شوي لي هاد ونخلينا الصندوق من هنا. المهم هذا البيت مثل ما جاي تشوفون اللي وعدتكم بيه، والحمد لله والشكر قدرت أكمل تقريبا 70% من عنده. بقالي السقف وبقالي الترتيب الداخلي، وأنا أكثر شي صعب عندي هو الترتيب الداخلي. فهسه شباب وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى لا تنسون تخلون أحلى لايك، تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس. وشباب أشكركم على الدعم، وتراني بسبب دعمكم أنا مستمر. ولا صراحة أنا رديت أقطع، بس شكرا على الدعم. لا حد يسألني وين السكين مالتك، صراحة ما أدري وين راح. المهم فشكرا شباب جدا جدا على اللايكات. فاضغط لايك، اضرب اللايك، ملك اللايك باكسات. شكرا جدا على المتابعة وعلى الدعم وعلى التعليقات، واحبكم هواي هواي، واشوفكم في فيديو جاي. باي باي.